انا مواليد 2006. لا انا مواليد 2008. مواليد 2010. يعني هو كل شيء وارد يعني، بس ما اتوقعش خالص. ما اعتقدش تبقى معجزه. لا ما اظنش يعني، لكن لو دوسنا على نفسنا شويه واشتغلنا على نفسنا اكتر ممكن. مصطفى محمد كده كده ده احسن واحد يعني. امام، انا بحب امام وتريزيجيه ومرموش ومصطفى. يعني جهده عالي قوي في البطوله دي. امام عاشور، عمر مرموش، وزيزو. يعني اقول لهم نركز بقى على كاس العالم اللي جاي. بس لو وصلنا ولعبنا المغرب هنأدي، بس ما اعتقدش ان احنا ممكن نكسب، ولو كسبنا تبقى حاجه حلوه طبعا. لعب بشخص واحد بقلب واحد، العب علشان الناس اللي مستنياك تكسب البطوله دي، عشان احنا بقالنا كتير بجد ما كسبناهاش ومحتاجينها يعني. انا مواليد اخر 2006 خالص بصراحه، فما حضرتهاش. عرفت ان دي اتقل بطوله مصر لعبت فيها. الجون ده بيضحكوا بيه لحد دلوقتي. فري كيك بتاعت ابو تريكه دي نفسنا نعمل زيها دلوقتي. لا لعيب تقيل يعني، ما عندناش اي لعيب زيه دلوقتي بصراحه. الحضري برضو شايلنا جامد قوي يعني. دايما اللعيبه عايزه تجيب، دايما اللعيبه عندها ثقه في نفسها وعندها ثقه في بعض. ليبيا 3-0. بركات ده اسمع انه من احسن البلاي ميكرز اللي جم في مصر. ماتش مصر والمغرب تاني ماتش في بطوله 2006 لسه 0-0 الدقيقه 80. عماد متعب نزل. حسن شحاته بيموت على المنتخب، ما بيسيبش ربع غلطه يعملوها. الماتش ده خلص 0-0. مصر وكوت ديفوار 3-1. ده رابع ماتش 2-0. تاني جول حسام حسن استلمها بصدره رزعها من فوق الحارس، وكان متاثر قوي. مش عارف ده كان اخر جول ليه ولا ايه، مش عارف. جابوا جول فينا، ده كان تاني جول يخش فينا في البطوله كلها. كان الدفاع صخر. ده ماتش مصر والسنغال اللي انا اتمنى ان احنا نلعبهم ونكسبهم. فرقه تقيله ودفاعها تقيل من زمان. ضربه جزاء في الدقيقه 35 في ماتش السنغال. لا بس هتتعاد. جت برضه بدها واحده ار2 يعني، مش عارف ما جاتش ازاي بصراحه. جابوا جول التعادل. بيعترض انه طلع، شفته كذا مره. ابو تريكه بالثرو مظبوطه على دماغ عمرو زكي. جول الفوز ده في الدقيقه 80 ضد السنغال. محتاجين بلاي ميكر زي ده. بس كده كسبنا ماتش السنغال 2-1. نفسي السيناريو ده يتكرر. لا ده ماتش الفاينل ضد الكوت ديفوار. احمد حسن سروهاته بتموت. مش عارف الكرة دي ضاعت ازاي. ميدو فضل قاعد على الدكه على اللي هو عمله الماتش اللي فات، مع انه كان هيبدا اصلا. يا ولد يا نهار اسود، مضيع كوره ما تضيعش. اول شبه خلص، ما يعني فرص كلها احسن من بعض، بس ما جابوش منها ولا واحده لسه. احمد حسن شغال ما بيقفش. اول شوطه تتشاط على حضري من اول البطوله تقريبا. الدقيقه 76 لسه ما فيش ولا جون جه، ولا من الفرقه دي ولا من الفرقه دي في الماتش النهائي. مش سايبينه بس ولاد اللعيبه عرفوا يجيب جول. دروجبا مضيع كوره. بركات بيسبب ضربه جزاء في الدقيقه 94. احمد حسن ضيع ضربه جزاء اهو الدقيقه 98، والناس على اعصابها خالص بيلعبوا ضربات جزاء اهو. دروجبا ضيع ضربه جزاء، ضربه الجزاء الثانيه. يايا توريه بتاع مان سيتي جاب ضربه جزاء. ضيعنا ضربة جزاء كده، جبنا 2 وضيعنا 1. مكاري ضيع والحضري صد، والحضري بارد ما بيحتفلش. بس لو جبنا دي نكسب، بس كسبنا البطولة والرئيس هو اللي شايل الكاس. يعني حاسس ان انا نفسي ان ده يحصل بصراحة افرح بقى يعني. ارجعوا تاني. سمعت عنها واتفرجت عليها شويه. حسني عبد ربه صح؟ اقول لك على مين تاني؟ انا كنت بحب زيدان. كاميرون ومصر لسه 1-0. نعم حسني. بص زيدان بجد يعني روحهم حلو قوي، بيعرفوا يلعبوا قوي، حاجه جامده قوي. بس ده كان على طول بيودي يلعب كده بالجزمه بتاعته. كان اول ما حضر كان عليه رجل جول زيدان 2-0. حضر يلعب الاسيست الجول، واستلم على صدره وحطها، كانت حلوه قوي. ايوه استلم برجله وحط برجله. ما اعتقدش ان في حد ممكن يعمل حاجات كده دلوقتي. 3-1 لمصر. اللعيبه بتشوط، احنا ما عندناش لعيبه بتشوط. حسني عبد ربه شاط كوره حلوه قوي. 4-1 يعني 4-1 احنا ما جبناش بالنا كتير قوي. ده الماتش الثاني ده مصر والسودان. حسني عبد ربه هو اللي كان ماسك ضربات الجزاء صح؟ ده اللي كان بيلعب في الاسماعيلي؟ تركي كان بيعمل اسيست. ده مصر والسودان 2-0. انا اول مره اتفرج على الحاجات دي على فكره، مبسوط قوي. احنا لو حد قطم القطمه بتاعت عمرو زكي دي ولف كده هيضيعها، مفيش حد بيعمل كده. كان الجون ده كده 2-0. كانت في حاجه غريبه في اللعيبه بتاعت زمان، كانت بتقعد تجري، كانت سريعه قوي. تاكل لو حد جري كده هيجيله شد وهيقع. حاجات غريبه. وجه الجون دلوقتي بتاع ابو تريكه اللي هو كان بيبص بعينه بيحوش وكده بيحطها من الزاويه الضيقه. عملها كتير صح؟ ماتش مصر وزامبيا ده مين اللي جاب جول؟ ده عمرو زكي. سيد معوض كان هو بيرفع الكروس، عمرو زكي بيحطها.
يعني عارفه كانك بيس كده تعمل كده تحطها على طول. بعد كده ماتش مصر وانجولا برضه هو كان كل ماتش حسني عبد ربه بيجيب جول، يعني كان على طول بيجيب ضربه جزاء، بدل على فكره الزاويه كان على طول بيشوط كده حطها كده. نقلنا ماتش تاني مصر وكوتيفوار، ده جون احمد فتحي اللي فاكره 1-0 جه الجون التاني. هو مين اللي جابه؟ عمرو زكي برضه. عمرو زكي جاب جوان كتير قوي. 2-0 دلوقتي براسه واد ايه ده؟ راسه حلو قوي. كنا ساعتها 75 مليون ناس. ده اعتقد النهائي مصر والكاميرون الدقيقه 76. زيدان وسونج يعني اشهر حاجه في البطوله. هو زيدان حس ان هو اتهز شويه، جه جون ابو تريكه بتاع المشهور قوي. ابو تريكه كان بيقعد يعمل المروحه بتاعته، يعني يا ريت بجد ممكن ناخد كاس تاني زي كده ونرفعه، يعني نتمنى كلنا. احب اقول ايه الجيل 2008 يعني انتوا جامدين قوي الصراحه وكان روحكم حلوه قوي. لا ما شفتهاش، كنت لسه ساعتها مولود. ده منتخب مصر ونيجيريا تقريبا. ايه ده؟ ايه ده؟ دلوقتي احنا 2-1 تقريبا. ده الجون اللي جه ده ايه ده؟ رجله مرزبه. انا ما شفتش انا الجون ده، ما عداش عليا. 2-1 والدقيقه 86 من عند ال 18 كده جده رزعها بس تحت، ما عرفش يجيبها. كده 3-1 احنا كده كسبنا اظن. ده بوش رجله وفرتك الكوره. دلوقتي تاني ماتش موزمبيق تقريبا. موزمبيق. هي دخلت اون جول يعني على نفس متعب كده. 1-0 في الدقيقه 46 وثرو حلو قوي، سلامها وقفها على الطاير وراح شاطها بشماله كده اظن 2-0. ده جده شحاته بيعيط بس هو في دموع نازله من عينه. ليه الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي؟ ايه ده؟ مصر جابت 1-0 في الدقيقه 6. ده هو كان بيعرض ولا كان بيشوط؟ ده محمدي لا في فريق ما اعرفش، ده قديم قوي ده، انا شفتوش قبل كده. ايه احترف بره استون فيلا؟ ايه ده يا ولد؟ هيد بس ما دخلت. هيتحسب تقريبا. احمد عبد الرؤوف جابها براسه بس الحارس صدها، بس هي تقريبا من ورا الخط. من ورا الخط. متعب ده جايب اجوان كتير قوي، تقريبا كان هداف بتاع مصر في الوقت. ايه ده؟ ايه الجون ده؟ هو نفس الواد احمد حسن جايب جون من تقريبا بعد نص الملعب بشويه، برده شايطها جامد. تعادل مصر والكاميرون 1-1. افضل المدربين اللي عدوا على مصر حسن شحاته ده. ايوه الكاميرون برده 2-1 في الدقيقه 91. ده جده جابه على جنب الحارس، جري بسرعه. جده كان بيلعب في الاتحاد، شاطها برده احمد حسن. سامويل ايتو بيزعق للحكم. لا خبطت في ضربة جزاء وجابها على اليمين. واحد اسمه عبد رب، حسني عبد رب. افتكرته جون حلو قوي من زيدان. ده هو زي ببطن رجله ده لما اخذ الاحتفال بتاع الجزمه كانها بيبي حاططها في المقص. 2-0 لمصر وضد الجزائر. وادي الجون الثالث بقى. يا لهوي حاططها في الضيقه عند الشافي، باك ليفت تقريبا. بس هم كانوا بيلعبوا بقلب قوي يعني، مش شايف غير اجوان حلوه وذكيه. لا دول ايه ده؟ دول بيهجموا ب7 تقريبا. رابع جون، جده جايب رابع جون لمصر ضد الجزائر، هداف البطوله. مصر ضد غانا دي 84. ده كان ايه؟ نهائي حلو قوي. 84 فرصه قليله جدا ليهم ان هم يردوا الجون ده. زيدان الكره جات له فراح 1-2 مع جده وجابها وحطها على جنب الحارس بس في البعيده. هو لسه في جون تاني ولا لا؟ كده صح 1-0. خلاص احنا كده كسبناه. لا ده ايه ده؟ فرق اللعب اللي بينهم وبين لعبنا احنا كبير قوي، هم احسن بكتير يعني يا ريتكم ترجعوا. لعبهم حلو قوي. ده لاعب عايز يخلي وطنه افضل وطن، يبقى افضل واحد في افريقيا.